اهلا وسهلا بكم محب ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا بتنال اعجاب حضراتكم. النهارده معانا مروحه للاسف الناس بتشغلها 24 ساعه متواصله ما بتفصلش. الناس فرحانه جدا بتقول لك المروحه دي بقى لها سنين ما عملناهاش صيانه. هم بيتباهوا ان المروحه ما اتعملهاش صيانه. فكينا الوش لقينا طبعا هنبص كده مع بعض لحظه. لقينا حاجات مزعجه جدا. الاكس طبعا بدا يحصل فيه البوش البسيط اللي احنا شايفينه، وده بدايه تاكل الجلده علشان الناس فرحانه وبتتباهى ان هي بقى لها سنين محدش فكها. المروحه دي محدش بيلعب عندها. تمام. لما فكينا الوش اللي ورا هنكتشف المهزله والمأساة. نبص مع بعض كده. بالله عليكم يا جماعه، ده منظر، ادي منظر الموتور. المفروض بيحصل عمليه التبريد، يعني الموتور ده مفيش نفس فيه جوه. الموتور ده مفيش مكان يتنفس فيه. لو بصينا كده بصوا حتى المتن نفسه متغطي بالوبره وبالحاجات اللي المروحه مجمعاها. ده اللي احنا فرحانين وبنقول المروحه ما اتفكتش ومحدش بيلعب فيها. لو بصينا هنا كده بصوا منظر الملفات. انا مش عايز اقرب بس بالمفك. الملفات خلاص تقريبا متغطيه كلها بالكامل بالوبره وبالاتربه دي. لازم يا جماعه المروحه يفضل ان احنا قلنا قبل الصيف يفضل تتفك المروحه، تتنضف ويتحط نقطتين زيت مش اكتر على الجلبه اللي قدام والجلبه اللي ورا. الجلبتين دول لازم يتزيتوا. بيطول عمر الموتور. الموتور عمره ما بيسخن وبالتالي بيفضل مكمل وبيشتغل معانا بالاداء بتاعه الممتاز مدى الحياه. نتيجة الإهمال الجلب بتتاكل، الموتور بيسخن في لحظة، تبقى المروحة شغالة كويسة جدا ويقول الموتور اتحرق. طب اتحرق ليه؟ ما كان شغال. اتحرق بسبب الإهمال اللي احنا شايفينه ده. هننضف دلوقتي مع بعض وهنزيت الجلب وهنرجع المروحة جديدة إن شاء الله. بعد ما قفلنا وظبطنا رجعت زي الجديده بالظبط. هنجرب كده نقول يا بسم الله على اول درجه. نعومه هايله يا جماعه، اشتغلت بكل بساطه، اداء ممتاز، صوت جميل جدا. السرعه الثانيه، السرعه الثالثه. اشكركم جزيلا واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو ليه تكرم عليه باللايك. شكرا جزيلا.